كنيسة سان أنطوان ببكوس انشأت 1920، يعني عمرها دلوقتي 106 سنة. مين هو سان أنطوان؟ هو راهب فرانسيسكاني من القرن ال12، بيسمى بسان أنطوان البدواني أو سان أنطوان اللشبوني لأنه اتولد في لشبونة. طيب احنا عشان نعرف كنيسة انشأت امتى وازاي وليه، لازم نعرف الأول لمحة تاريخية عن منطقة بكوس نفسها. هي منطقة الرمل كلها يعني ابتدت تتأسس وابتدت تبقى مأهولة بالسكان في أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20، وهي كانت منطقة فاضية خالص، يعني عشان كده حتى اتسمت الرمل لأن هي كانت مجرد صحراء، وبتشمل أحياء زي زيزينيا وجليم وجناكليس وبكوس، وكل المناطق دي ابتدت تتعمر بالأجانب في أثناء أسرة محمد علي. زي ما قلنا أسرة محمد علي العصر الذهبي للأجانب في مصر. فمنطقة بكوس كانت منطقة فيلا الأجانب، وتحولت تدريجيا لحي سكني وشعبي بعد ما جه الخواجة اليوناني خليل باخوس. في مصادر بتقول ان هو يوناني، وفي مصادر بتقول ان هو ارمني، لان كلمة باخوس هي معناها بولس بالارمني. فايا كان بقى هو يوناني او ارمني، هو زي ما بيسموا المصريين كل الاجانب خواجة. وفي بعض المصادر كمان بتقول عنه ان هو كان دكتور، بس هو الثابت ان هو حتى لو كان طبيب فهو برضو كان تاجر، لان هو جه اشترى اراضي كتير في المنطقة دي على اساس ان هي اراضي زراعية. هو امتلك حوالي 2500 فدان في المنطقة دي، وفي 1880 ابتدى يبني القصر بتاعه على شريط الترام. يا جماعة، الترام كان موجود تقريبا من 1860، وزي ما انتوا شايفين في الصورة كده، اللي انتوا شايفينه ده صح، اللي كانت بتجر عربات الترام الخيول. الترام ابتدى يشتغل بالكهرباء تقريبا 1903، ودي صورة حقيقية للقصر بتاع الخواجة باخوس، ودي صورة حقيقية للقصر وجنبه محطة الترام. عشان كده المنطقة اتسمت باسمه، يعني هي اتحورت من باخوس لبكوس، وحتى محطة الترام نفسها اتسمت باسمه وبقت محطة ترام بكوس. وبعد ما مات الخواجة خليل بكوس او باخوس، راحت الاملاك دي كلها طبعا لابنه شارل باخوس. ويقال ان شارل هو اللي امتلك تياترو زيزينيا قبل البرنس يوسف كمال. وكمان اكتر من كده، يقال ان هو واصدقائه يعني او شركائه هما اللي اشتروا قصر الوالدة باشا في القاهرة، وحولوا المكان لحي جاردن سيتي. لحد ما بنيجي بقى سنة 1920 بيجي احد اهالي منطقة بكوس او حي بكوس، وهو الحاج شعبان بيك احمد ابو شبانة، وده طبعا يعني كان من الاعيان، كان واخد البكوية. اشترى من شارل كل الأملاكه، وابتدى بقى يعيد تخطيط منطقة بكوس، بقى الشوارع والسوق والمحلات التجارية. وفي 1928 ابتدى يبني الجامع بتاعه، جامع أبو شبانة. وعشان كده محطة ترام بكوس كان اسمها الرسمي محطة أبو شبانة، لكن طبعا الاسم الشعبي المتعارف عليه محطة ترام بكوس. بس طبعا دوام الحال من المحال، فمحطة ترام بكوس وبكوس ذات نفسه وابو شبانة ذات نفسه كلهم الله يرحمهم. يعني احنا في 2026 اهو، وبعد اكتر من 100 سنة بنقول محطة ترام بكوس وداعا محطة ترام بكوس. المهم بنرجع بقى لحي بكوس في اوائل القرن العشرين. هو كان حي غير ان هو مليان بالاجانب، فهو برضو كان حي شعبي مصري، فكان مليان بالكنائس والمدارس، الراهبات الكاثوليك والرهبان الكاثوليك، زي مدرسة الراهبات الفرنج ومدرسة نوتردام دي سيون ومدرسة الفرير. وكمان كان في جوامع كتيرة مشهورة زي الجامع الصيني اللي شيده الحاج أحمد سالم، وزي جامع القباني اللي أنشأه الحاج محمد عبد الله القباني. وكمان
كان في طبعا جالية يهودية كبيرة، فكان لهم طبعا الكنيس بتاعهم وهو كنيس ساسون. وخرج من الجالية اليهودية دي المخرج السينمائي توجو مزراحي، وهو من أوائل الناس اللي أنشأوا السينما المصرية، وهو اللي أنشأ أول استوديو سينمائي في مصر، وكان في منطقة باكوس. يعني السينما خرجت من اسكندرية قبل ما تبقى في القاهرة. ومش بس السينما، ده أول خط تليفون اتعمل في مصر كان برضه في اسكندرية. ومادام بنتكلم بقى عن معالم حي باكوس، يبقى لازم نتكلم عن البيت اللي اتولد فيه الرئيس جمال عبد الناصر. احنا عارفين طبعا الرئيس جمال عبد الناصر يعني اصله من الصعيد، لكن هو اتولد في اسكندرية في 1918. اتولد في البيت ده في حي باكوس، وده طبعا شكله الحالي لانه اتحول لمركز ثقافي موجود في شارع القنواتي بباكوس. نرجع بقى للكنيسة بتاعتنا في البحث وكده. احنا خدنا خلفية للكنيسة انشئت في حي باكوس، اللي أنشأها طبعا الآباء الفرنسيسكان لخدمة الجاليات الأجنبية، وانشأت سنة 1920. لكن زي ما احنا عارفين ان بعد ثورة 52 وبعد العدوان الثلاثي ابتدى عدد الأجانب يقل في مصر، فبقت الكنيسة بتخدم المصريين الكاثوليك. نيجي بقى للطراز المعماري للكنيسة. الطراز المعماري هو الطراز القوطي. يعني ايه بقى الطراز القوطي؟ شايفين القبب الرفيعة المدببة دي؟ هي دي الطراز القوطي، على كذا ليفل كده. بصوا من جوه بقى شكلها عامل ازاي، قبب رفيعة مدببة. هو ده الطراز القوطي، وظاهر كمان حتى في المسبح، وده المسبح الرئيسي اللي على اسم سان أنطوان. الكنيسة طبعا مستطيلة كأي كنيسة رومانية بازيليكية، وده مسبح جانبي. احنا زي ما قلنا الكنائس الكاثوليكية ما بيبقاش فيه حامل للأيقونات، وكمان بيبقى فيها مذابح جانبية، والأيقونات زي ما قلنا بتبقى مجسمة كده كأن هي تماثيل، تحس ان هي تمثال مش أيقونة. بس الكنيسة دي فيها يعني حتة مصري كده، الشبابيك معمولة على هيئة أيقونات من الإزاز المعشق. وطبعا زي أي كنيسة كاثوليكية لازم يبقى فيه كرسي الاعتراف. وبما اننا بقى في الفيديو ده اتكلمنا عن بداية صناعة السينما في مصر، مين فيكو عارف ان في فيلم مصري اسمه كرسي الاعتراف؟ طب اللي عارف الفيلم ده كان بطولة مين يكتب لي في التعليقات. وطبعا زي معظم الكنائس الكاثوليكية لازم بيبقى فيه مدرسة تبع للكنيسة ومستوصف. المدرسة اللي تبع لكنيسة سان أنطوان بباكوس هي مدرسة سان جورج، ودي مدرسة خاصة طبعا. وكان في مستوصف كان اسمه مستوصف سانت تريز، بس ده تقريبا خلاص ما بقاش موجود. بس كده، هي دي كل المعلومات اللي قدرت اجمعها عن كنيسة سان أنطوان بباكوس ومنطقة باكوس. نروح بقى للكنيسة اللي بعدها.